دايما بنهرب من الشدة وبندعي ربنا إن حياتنا تفضل سهلة وهادية. لكن هل فكرت قبل كده إن أجمل ما فيك دلوقتي هو نتاج أصعب لحظة مريت بيها؟ قوتك ورزانتك وحتى حنيتك على الناس هي هدايا جاتلك مغلفة بالوجع. النهاردة مش هنشتكي من الشدة، إحنا هنشكرها. هنعرف سوا ليه ربنا بيخلينا نمر بالضيق ده، وإيه هي الفوائد السبعة اللي ما بتجيش غير بالوجع والابتلاء. أول وأهم فايدة للشدة إنها بتكون مصفى للعلاقات. في وقت الرخاء، في وقت ما بتكون سعيد ومرتاح ومش عندك أي مشكلة، الكل حواليك والكل بيحبك. لكن لما الدنيا بتضيق والأقنعة بتقع، الشدة بتعرفك مين اللي بيحب وجودك ومين اللي بيحب منفعتك. الشدة هي اللي بتغربل صحابك وقرايبك وحتى شريك حياتك. لولا الشدة كنت هتضيع عمرك مع ناس زينة مش سند. فلو انت ما خرجتش من الشدة إلا إنها عرفتك حقيقة اللي حواليك، فده لوحده عطاء عظيم بيحميك بقية عمرك. في علم النفس في مصطلح اسمه النمو ما بعد الصدمة. احنا كبشر ما بنعرفش حجم قوتنا واحنا في الراحة. الشدة هي اللي بتجبرك تطلع المحارب اللي جواك. بتكتشف انك قدرت تتحمل وجع كنت فاكر انه هيموتك، وقدرت تقوم من كسر كنت فاكر انه ملوش جبر. الشدة بتعيد صياغة ثقتك في نفسك، مش بتخليك تخاف من بكرة لأنك بقيت عارف إنك قدها ومهما حصل أنت تقدر تعدي. الإنسان اللي ما مرش بوجع وشدة غالبا بيكون طبعه قاسي أو ما بيحسش بألم غيره، لكن الشدة بتلين القلب. الوجع بيخليك إنسان بجد، تحس بدمعة اليتيم وبكسرة المظلوم وبضيق المحتاج. الشدة هي اللي بتخليك سند لغيرك لأنك دقت نفس الكاس. العطاء اللي بيطلع من قلب مجروح ومكسور بيكون أنقى وأصدق أنواع العطاء، وده هو سر الجمال والجاذبية في شخصيتك اللي الناس بتنجذب إليها دلوقتي. إحنا أحياناً بنكون ماشيين في طريق غلط أو غرقانين في تفاصيل تافهة واخدة كل وقتنا. بتيجي الشدة دي بتعمل لك فرملة، بتوقفك وبتجبرك تعيد حساباتك، بتخليك تسأل أنا بعمل إيه في حياتي. الشدة بترجعك لربنا اضطرارا في الأول، وبعدين بتكتشف إن القرب ده هو أحلى حاجة حصلت ليك. زي ما الآية بتقول لنا ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف ده هو اللي بيخلينا نجري على ربنا سبحانه وتعالى، ونعرف معنى السكينة الحقيقية اللي ما كانتش موجودة وإحنا في قمة رفاهيتنا. الشدة بتعلمنا الامتنان، لأنك بعد ما بتمر بضيق في الرزق بتعرف قيمة اللقمة اللي انت بتاكلها، وبعد ما بتمر بمرض بتعرف قيمة الصحة والنفس الهادي اللي بيطلع منك. الشدة بتمحي حالة الاعتياد على النعم، بتخليك لما تقوم من النوم وانت مش موجوع تقول الحمد لله من كل قلبك مش بلسانك. وهي اللي بتعلمك إنك تعيش فن العيش في الآن اللي اتكلمنا عنه قبل كده، لأنك عرفت إن اللحظة الهادية غالية وما بتتقدرش بتمن. نيجي نشوف من المنظور الإيماني، هتلاقي إن الشدة هي مغسلة للروح. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا إن مفيش هم ولا حزن ولا أذى بيصيب المسلم إلا وربنا بيكفر بيه عنه سيئاته. تخيل إن الوجع اللي انت فيه دلوقتي هو في الحقيقة عملية تنظيف لصحيفة أعمالك. انت بتدخل الشدة بذنوب لكن بتخرج منها نقي، ودي فايدة لو استوعبتها هتحس إن كل دمعة نزلت كانت استثمار لمكانتك في الجنة. في النهاية الشدة مش جاية تهدك، هي جاية تهدم النسخة الضعيفة فيك وتبني مكانها نسخة أصلب وأجمل. إنك تعيش مع الابتلاء محتاج بصيرة علشان تشوف المنحة اللي جوه المحنة. أنا سيلا، قولي في التعليقات إيه أجمل صفة في شخصيتك دلوقتي وبتحبها وإنت عارف إنها ما كانتش هتكون موجودة لولا الشدة اللي مريت بيها. أشوفكم الفيديو الجاي بكل قوة وسكينة. شكراً.